نرمين النهارده جايب لك حاجه انا يعني كنت باكلها زمان وكان طعمها دايما بيعجبني بس عمري ما عرفت بتتعمل ازاي. شوفي كده الفيديو ده. واو. بصي بقى، انا قلت ما حدش هيعرف يعمل الوصفه دي غيرك، فطبعا جبتها لك بما ان انت خبيره الانترنت في مجال الاكل يعني، فما حدش هيبقى اشطر منك في النت ده. انت جايب لي حالات طربوش عشان تفكرني ان انا كبرت ولا ايه؟ لا انت ما تقولش انت جميله. اوكي اوعى حد يقول لك انت جميله، سيبك انت. خلاص يلا نعملها سوا. يلا بينا. بصي يا عمده، يلا يا ستي ورينا هنعمل ايه بقى. في اول بوله معايا 4 بياض بيض. خش حبه عشان اقف جنبك. ايوه كده. اوكي سوري يا عمر. 4 بياض بيض، وايه كمان؟ كوبايه الا ربع سكر عادي. كوبايه الا ربع سكر. نص معلقه صغيره ملح. ايه ده؟ وانا احط دي ميه؟ اه احط ميه؟ ربع كوبايه ميه. اوكي ربع كوبايه ميه. ما هي المعيار مكتوب عليها يا عماد. اوكي صح ماشي. وبعد كده هنحط معلقه صغيره فانيليا سايله او بودر اللي موجود عندكم. ماشي. بصوا معايا بقى، لازم نسوي البيض في حمام مائي، فهنجيب بوله نحط فيها ميه مغليه. اوكي. بالشكل ده لازم تكون مغليه ليه بقى؟ علشان بياض البيض يستوي. تمام. وبعد كده نروح حاطينها كده. واقلب انا بقى. نجيب المضرب ونفضل نقلب لغايه لما تعمل رغاوي. انت يلا. مش هتأمني لي ان اقلب في لا القصه لا دي؟ لا لا قلب. طب ما انا هفضل اخبط فيهم، حط حاجه تانية خليهم يخبطوا أهو. ببعض. ايش اهو. اقلب بسرعه. هنقلب لغايه لما يبدا بياض البيض يستوي ويبدا يعمل معانا رغاوي وكمان السكر يدوب. اقلب لغايه يعني لمده دقيقتين 3 مش كتير. طيب خلاص احنا بنقلب معاكم اهو متونسين بيكم، ولا اقول لكم اعملي تكه يا نرمين. ما بتعرفش تعمل تكه. خلاص بياض البيض عندي بقى دافي. بصوا معايا ده الشكل اللي انا عايزه اوصل له، يعني هي خلاص بياض البيض عندي بقى دافي وكمان عمل رغاوي والسكر عندي داب. بصوا عامل ازاي. وده الخليط اللي انا شقيت فيه اهو. مش يا عم الشقيان. حطي يا ستي حطي. وبعد كده نستخدم المضرب. هقول لكم نصيحه، ما ينفعش نضرب بياض البيض ويبقى فيه ميه في العجان او في المضرب بتاعنا، لازم يبقى ناشف كويس جدا. ايوه. ويلا بقى ايه، نضربه لمده 15 دقيقه. وده شكل المارينج بتاعنا بعد ما بقي تمام. هقول لكم بقى بقي تمام ازاي. بصوا شايفين المارينج عامل ازاي؟ شايفين ولا بيتأثر اهو. بصوا شايفين متماسك كده وتحفه. ننزل بقى المارينج كله هنا. بصوا شايفين المنقار. نجيب بقى القمع بتاعنا. اتفضل يا ريس. لازم تكون متعاون، انت كانسان لازم تكون متعاون. اهم حاجه تبقى متعاون. ايوه. ومش غلط الحاجه اللي ما بتفهمش فيها ولا ما بفهمش فيها، بس برضه لازم تفتي. طب انت كده ماسكه غريبه. انا صراحه يعني حاولت اساعد، مش بقول لك البني ادم لازم يساعد، بيساعد صح بيساعد غلط، هو بيتنيل يساعد وخلاص. ونجيب بقى اي بسكوت مدور. انا هجيب دايجستيف. ونرص البسكوت. اعمل لك واحده وبعد كده ماشي ايه. عرفيني بس بيمشي ازاي. اوه دايره صح، دايره. نعمل كده اهو ايوه. من جوه. ايوه. الله. لا ده موضوع محتاج هندسه يا نرمين ده. او ممكن من بره يعني ايه. انت ودماغك يا عماد. ايوه. تخيلوا نفسكم بتبنوا هرم. النبي ولا كده جرب مره ولا. جرب يا عمي. بصوا يا جماعه انا يمين على فكره ماشي اهو. واه والله وعملوها الرجاله. برافو يا عمده، بس عدلها شويه عشان انت كده جرستنا. بقول لك ايه، بتاعتي انا هعملها اعلى منك عشان ابقى انا منتصر. ماشي. بامانه مطلع الرسمه احلى منها، ايه رايكم بقى؟ بصوا رسمتي من رسمتها تحسيها يا سلام عليا في الالوظه. في الالوان اللي انت بتقوله ده. بس اهو. حاسب عشان ما تلزقش في اللي جنبها. والنبي ما تحسديني. انا اللي هحسده. بص عماد ماشي بتأني. ربنا ما يحكمك على ظالم. انا خدي بنت كملي. انا في الاخر ظالم. الله. بص بقى بتحاول تبني زي الغيره جرام. غيرانه انت والله.
ايش يا طب بامانه بتوعي امامير. طب انت؟ بصي بتاعتك انت كحيانه. انا كحيانه. اوكي شكرا يا عظيم. بصي دي عامله ازاي، ماليه مركزها. بنتي بدك ما تكرفيش يا نرمين. بأمانة مش بيبانوا احنا اصلا بنعملهم شوكولاتة. لا بيبانوا يا نرمين على فكره. هم هيبقوا طوال قوي كده. مش مشكله، هيبقى شكلهم امور. حاضر يا عماد. يا سلام، احنا نقدر نزعل الاستاذ عماد. طب بامانه شكلها عاجبني قوي، وده شكلهم. وهروح انا ونرمين دلوقتي ندخلهم التلاجة ونكمل الباقي. هندخلهم التلاجة لمدة ساعة وبعد كده نرجع لكم. هندخلهم التلاجة لمدة ساعة ونرجع لكم نكون بقى جهزنا الشوكولاتة عشان نعمل باقي القصة دي. ده شكل حالة طربوش بعد ما سيبناه المفروض ساعة، لكن احنا صراحة جالنا ضيوف فاضطرينا نستنى لتاني يوم. ده حقيقي، عشان كده انا غيرت هدومي. معلش بقى. بصوا معايا هنا، دي شوكولاتة خام انا مسيحاها على الحمام مائي او تسيحوها في الميكرويف براحتكم، وحطيت لها معلقتين زيت كبار وسبتها، يعني هي باردة خالص مش سخنة عشان ما تبوظلناش الشكل. وتعالوا بقى ايه، طبعا انا حطيتها على شبكة وحطيت تحتها ورق زبدة عشان ما نهدرش الشوكولاتة. ايوه عشان الشوكولاتة هنستخدمها. ايوه. وايه، نصب كده بالراحة. بس كفاية. خد اللي بعديها. بصوا شكلها حلو قوي. ايوه طبعا، كل ما هتعلوا اكتر كل ما تستهلك شوكولاتة اكتر. ايوه بالظبط كده. ونعملهم كلهم بنفس الطريقة دي، وبعد كده هندخلهم التلاجة صح؟ هندخلهم التلاجة دقيقتين ل3 دقايق بس. وبعد ما يطلع بقى من التلاجة نرجع لكم تتفرجوا بقى على النتيجة النهائية. ده شكل حالة طربوش بعد ما جمد. بصوا شكله حلو ازاي، شايفين شكله حلو ازاي؟ لا شكله امور قوي بجد على فكرة. شكله كيوت. يا ترى طعمه هيطلع حلو؟ يا ربنا يستر. الموضوع جميل. انا اخد واحدة وانت خدي واحدة. عايزه بس اقسم لهم واحد. طب اقسمي واحد. هي دي حلاوتها عشان بوزها كبير. ماشي. تعالوا ايه نقسمها بقى وافرغها لكم من جوه. هاتي بقى هنا. بصوا من جوه عامله ازاي. شكلها تحفة بصراحة. لا جميلة. خد دوق يا عمده. هاتي عسلية. تصدقها حلوة قوي. طعمها حلو. انا بصراحة عجبتني. تسلم ايدك يا نرمين. حلوه. تسلم ايدك يا ريس. وصفه جميله، جربوها قولوا لنا رايكم. نتمنى بقى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة، تعملوا فولو للصفحة، ونشوفكم مع فيديو جديد. باي باي.